بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، سائل يقول إنه التحق بصفوف الجيش الشعبي الوطني في التسعينيات، وبعد أن أكمل الخدمة الوطنية مكث مدة من الزمن، ثم استدعي مرة ثانية ليجند بذلك عاما آخر، وفي أيامنا هذه طلب منه تكوين ملف ليستفيد من تعويضات مالية بسبب استدعائه مرة ثانية للخدمة الوطنية، كما أن وزارة الدفاع أعلنت بأن الذين تم استدعاؤهم مرة أخرى سيستفيدون من التقاعد العسكري، أي يتقاضون راتبا شهريا. فما حكم هذه الاستفادة؟ ما حكم الاستفادة من هذه التعويضات وكذلك هذا الراتب الشهري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الالتحاق بالجيش في أصله لا شيء فيه، يعني من كمحظور شرعي أو أمر محرم، لأن البلاد الإسلامية تحتاج للجيوش، بل لا بد أن تكون فيها الجيوش، والجندية فرض من الفروض الكفائية، وقد تكون فرض عين في الحالات الخاصة. ولكن السؤال، وهذا الظاهر من سؤال السائل، هو ما تعلق بما يقع من المخالفات في الجيوش في البلاد الإسلامية أو العربية، وهي مخالفات مع الأسف الشديد كثيرة، كمخالفة الوقوف للعلم، ومخالفة الإلزام بحلق اللحى، ومخالفات في تأخير الصلاة عن وقتها وربما لا يمكنون من أدائها، وغير ذلك من أنواع هذه المخالفات. وبالتالي هذا الأمر يجعل الالتحاق بمثل هذه المؤسسات، إذا كان الأمر اختياريا، العلماء لا ينصحون بالالتحاق بها. وفي هذا فتاوى منها ما ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان على ما ذكر السائل، يعني من غير اختيار، يعني الالتحاق الإجباري، وهذا يسمونه التجنيد الإجباري، وهذا عندنا يسمى بالخدمة الوطنية، وسمي خدمة وطنية من هذا الباب، لأنه لا بد أن يكون كل مواطن عالم وعارف باستعمال السلاح، وقد يطرأ طارئ ويحتاج ولي الأمر إلى تجهيز الأمة لصد عدوان أعدائها وما إلى ذلك. هذا الحالة الإجبارية هذه لها حكمها، يعني المرء لا اختيار له في هذا الموضوع، وبالتالي لا يؤاخذ على قضية الالتحاق، لأنه ما أراده ولا اختاره بالنسبة لغير المريد. ويتقي الله جل وعلا، يتقي الله تبارك وتعالى حين يلتحق ما استطاع، ويسدد ويقارب حتى يفتح الله جل وعلا عليه وينهي هذه الفترة. وإذا كان في حين التحاقه لم يعمل أمورا مخالفة، يعني لم يكن عمله فيما هو مخالفة شرعية أو معصية لله تبارك وتعالى، فما يأخذ من أجر على ذلك لا شيء عليه بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إذا كان عمله
في ميدان العسكرية، يعني خاصا في الحراسة، في تعليم استعمال الأسلحة، في التدريب والتدرب عليها أو ما إلى ذلك، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا استدعي مرة أخرى وكان نفسه عمله من قبيل العمل الأول فلا حرج عليه بإذن الله جل وعلا، يعني يكون هذا فرع عن الأصل. مثل هذا الالتحاق والله تبارك وتعالى لا يدخل في ما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. أخرجه أو أورده الألباني في الصحيحة. وهؤلاء العريف هو القيم أو نائب الأمير، أو كما عرفه بعضهم الواسطة بين الأمير والناس، لأمثال هؤلاء الأمراء، فلا يكون عريفا له باختياره، ولا يكون شرطيا له، ولا جابيا، ولا يعني الجباة هم الذين يجمعون الأموال سواء الخراج أو الزكاة أو ما إلى ذلك. والغالب أن هؤلاء الأمراء ربما الجباية تكون في الأمور المحرمة كما هو الحال في زمننا هذا، جباية الضرائب، لا خراج ولا زكاة، إنما هي ضرائب فحسب. فهذا لا شك ولا ريب داخل تحت عموم هذا الحديث الذي جاء فيه هذا التحذير أو هذا النهي.